السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فوزيه. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. مستحيل تشري الهريسه بعد ما تشوفي هذا الفيديو. هريسه مغربيه سهله وبنينه مع السر باش ما تجيكش حاره بزاف. قبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير، اللي كنتو اول مره كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونبداو بسم الله. غادي نحتاج نص كيلو ديال الفلفله الحمراء حلوه باش ما كتجيناش حاره بزاف. كنديروا حتى الفلفل الحار حلو مع رابعه ديال الفلفل الحار، يعني نص كيلو ديال الفلفل الحلو مع رابعه ديال الفلفل الحار. كنبدا نقي الفلفله ديالي بعد ما كنكون غسلتها، كنحاول نحيد لها هاد المجني والبذور. حاولوا ما امكن تحيدوا 90% ديال الزريعه، يعني ما تخليوش فيها الزريعه باش ما كتجيكمش في الهريسه كتجي خايبه. كنقسم الفلفله على 4 وكنديرها في الماء باش هكا لا بقات شي زريعه كتحيد. بعد ما كنسالي كنقيها من داك الزريعه وكندوز للفلفل الحار. كندير نفس الطريقه غير هو الفلفل الحار حاولوا ديروا قفازات لان كيدير كيحرق اليدين. ومن بعد ما كنديروا في الماء ضروري ديروا القفازات لان حتى الماء ديالو كيكون كيحرق في اليدين. وانا كنديرها في الماء صراحه حيت كتعاوني باش نحيد الزريعه بلا ما كنبقى تلصق لي مباشره كطيح في الماء. صافي كنستمر بهذه الطريقه كنحيد الزريعه حتى كنكمل الكميه كامله. وكندير الفلفل الحار في الكسكاس هو التحتاني لان شويه كيشد الطياب على الفلفل العادي. كنديرو هو التحتاني وعاد كندير عليه الفلفله الحلوه. كنحاول هكا نقلبها شويه تكون القشره ديالها هي للفوق. وكندير قطع ديال الليمون او الحامض في البرمه وندير الفلفله ديالي ونخليها حتى كطيب. كدوز هكا واحد نصف ساعه. ملي كنتكها هكا وكنلقاها طابت صافي كنزلها وكنديرها تقطر. خليوها تقطر على الاقل 3 سوايع ولا كان ممكن نخليوها ليله كامله. اذا كندوز مباشره نطحنها. انا استعملت لها شوار غادي نقسمها على جوج طحنات. عندي هنايا الحامض مصير، انا غادي ندير غير القشره لان من بعد غادي نستعمل عصير الحامض. الا ما بغيتوش تستعملوا عصير الحامض فديروا حتى اللب. انا ما بغيتهاش تجيني حامضه بزاف داكشي علاش استعملت غير القشره. كنضيف نص ملعقه صغيره ديال الملح في كل طحنه وكنكمل، يعني بالمجموع كتكون فيها معلقه صغيره ديال الملحه لان الملحه هي اللي كتحافظ عليها. صافي مباشره كنديرها في واحد المقله وكنكمل الطحين ديال الهريسه ديالي. بالنسبه للكميه ديال الحامض فاستعملت نص حامضه مصيره. اذا بعد ما كنطحن الهريسه ديالي كنديرها مباشره فوق النار على نار مهيله وكنبقى نحركها حتى كتنشف شويه، يعني ماشي تنشف بزاف ولا تحرقوها، مهم تنشف شويه. في هذا الاثناء كنكون كنعقم القريعه ديالي. وبعد ما كتنشف الهريسه كتولي على هذا الشكل هذا. كنضيف عليها ربع كأس ديال العصير الحامض، وهذا هو السر باش الهريسه ما كتجيكمش حاره بزاف. يعني هذا الحامض اللي كنضيفه في الاخير انا من الناس اللي كتعجبهم الهريسه ولكن كيضرني الحار، فملي كندير لها هاد شويه ديال الحامض ما كتبقاش حاره بزاف، كتبقى الحراره فيها هي هذيك زوينه. وهاد الهريسه هذه كتجي صراحه بنينه بزاف. مباشره كنديرها في واحد القرعه، كنحيدها هكا من الفراغات، كنضربها مع سطح العمل وكننظف لها الفم ديالها وكنغطيها بالزيت. ضروري تبقى دائما مغطيه بالزيت، وإلا هزيتو منها ولقيتو بانها ما بقاتش مغطيه بالزيت كتعاودوا تزيدوا عليها الزيت. وهذه هي الهريسه ديالي كيفاش كتجي. صراحه كتجي بنينه بزاف، حسن الف مره من هذيك اللي كنشريو من الزنقه، لان هذه زوينه وعارفه شنو درتي فيها وبنينه بزاف صراحه، ماشي بحال ديك اللي كنشريو كتكون حامضه ومالحه. صراحه انا ما كنقدرش ناكلها. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ فكتخليوها في الثلاجه، ضروري تحتفظوا بها في الثلاجه، كتبقى حتى ل 20 يوم ما كتخسرش، كتبقى زوينه بزاف. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها وتخليو لي ارائكم في التعاليق. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.